تعد الشلالات من أكثر الظواهر جمالاً في الطبيعة. إذا كنت ترغب في التعرف على أكثر الشلالات استثنائية وإثارة للدهشة، قم بمشاهدة هذا المقطع. هيا استرخي معنا. رقم 10: شلالات أنجل في فنزويلا. تبدأ تلك الشلالات من أعلى جبال تيبوي، وتعد الأكثر ارتفاعاً في العالم. تسقط المياه التي تتجمع بفعل الأمطار إلى الفراغ من ارتفاع 972 متر. تعد تلك الشلالات أكثر ارتفاعاً 17 مرة من شلالات نياجرا، وبعد تخطي مسافة كيلومتر تصل المياه إلى الأرض على شكل أمطار، وفي الصباح تتحول أشعة الشمس الأولى إلى قوس قزح. رقم 9: شلال كوالا دي كابالو. يهبط هذا الشلال من ارتفاع 500 متر في متنزه يوسميتي الوطني بولاية كاليفورنيا. خلال الأيام الأخيرة من شهر فبراير، وإذا كانت الظروف مواتية، تتركز أشعة الشمس مباشرة على الشلال، مما يخلف لوناً برتقالياً ومائلاً للحمرة، وهذا مع نهر الحمم البركانية على صخور الجرانيت. رقم 8: الشلالات الأفقية. في شمال شرق استراليا تحدث ظاهرة طبيعية غريبة للغاية، لأنه على عكس شلالات أخرى لا تسقط المياه من أعلى، وإنما تسير بشكل أفقي. تتكون هذه الظاهرة في الحقيقة من تيارات شديدة من المياه التي تتدفق من 2 من الوديان الضيقة، وعندما لا تكون المياه سريعة للغاية يمكن للسفن الدخول والخروج من تلك الشلالات. رقم 7: شلال داخل كهف. تسمى شلالات روبي، وتقع داخل مجموعة من الكهوف في الولايات المتحدة الأمريكية. على عكس بعض الشلالات في الكهوف حيث تسقط المياه من خلال فتحات، فإن هذه الشلالات تقع بالكامل تحت الأرض، ويبلغ ارتفاعها 45 متر، وبالتالي تعد الشلالات تحت الأرضية الأكثر ارتفاعاً في العالم. رقم 6: شلال أسفل المياه. على مسافة 2000 كيلومتر من ساحل جنوب شرق أفريقيا تقع جزيرة مورشيوس، والتي تنطوي على شلال أسفل المياه. تعود هذه الظاهرة إلى النباتات التي تعيش في الماء، والتي تكونت بفعل حاجز من الشعاب المرجانية. نتيجة للطريقة التي تتحرك بها التيارات أسفل المياه، يكون هناك تأثير بصري يبدو وكأنه شلال داخل البحر. رقم 5: شلال بالمقلوب. متحدياً قوانين الجاذبية، لا يتدفق هذا الشلال في الاتجاه الذي قد نتوقعه، وإنما هي ظاهرة طبيعية تنجم عن الرياح الشديدة التي تدفع المياه إلى أعلى. يقع هذا الشلال في أيسلندا، ولكن هناك شلال آخر على نفس الشاكلة في تشيلي، وذلك في منطقة طبيعية في إقليم مول. رقم 4: شلال كاميرون. يقع هذا الشلال في حديقة بحيرات ووترتون الوطنية في كندا، ويرجع لونه إلى رواسب طينية متواجدة في الصخور حوله. وبمساعدة كمية الأمطار الكبيرة التي تهطل في المنطقة، يظهر اللون الوردي لهذا الشلال، لأن الأمطار تتسبب في تآكل تلك الصخور، وبالتالي تتسبب المعادن في تغيير لون المياه. رقم 3: شلال الجسور الثلاثة. يهبط هذا الشلال في كهوف باتارا على الجبل اللبناني. يمكن تفرده في أن المياه يجب أن تمر في وسط كهف عملاق مزين ب3 من الجسور الطبيعية من الحجر الجيري، لذلك يعد هذا الشلال من الأكثر غرابة وتفردا حول العالم. رقم 2: شلالات بيغر. تشكل هذه الشلالات جزءا من منطقة طبيعية تقع في الجبال المالحة في جنوب غرب رومانيا. تعد من الشلالات الأجمل حول العالم،
لأنها تسقط من منطقة مفتوحة وتنتهي بكمية كبيرة من المياه الكريستالية بعد سيران المياه عبر صخور مغطاة بالطحالب. رقم 1. سد مونتيسيلو. يقع في شمال ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، ويعرف بقدرته الكبيرة على تصريف المياه، لذلك يطلق عليه أيضا اسم الثقب الكبير، وهو عبارة عن حوض عملاق حيث يصبح الخزان فارغا عندما تزيد المياه عن الحد، وبالتالي يتشكل هذا الشلال المذهل والذي يبلغ قطره 20 مترا. لقد أهدى الله لنا هذه الأماكن المذهلة، والآن علينا الاعتناء بها. هذا كل شيء لليوم أيها الأصدقاء. اذكروا لي أسفل بالتعليقات أي من هذه الأماكن هو المفضل لديك، وأيضا هل يوجد مثلها في بلدك؟ قم بالضغط على زر أعجبني إذا أعجبك هذا الفيديو، وإذا كان لديك أي اقتراح اذكره لنا أسفل بالتعليقات. اشترك الآن في القناة ليصلك منا كل ما هو جديد، ونرحب بك إذا كنت مشتركا جديدا، لذلك دعني أعلم أنك اشتركت معنا للتو بكتابة أنا مشترك جديد. نرحب بك أينما كنت. نلقاكم بفيديو جديد من قناة متع ذهنك. شكرا على المشاهدة، وإلى اللقاء.